احمد المحمود. طبعا بنحب نقول لك مبروك بمناسبه افتتاح الفرع الثاني من منبع الفخار في ام الفحم. شو بتحب كل الناس لهذه البلد بهالمناسبه؟ اول اشي الله يبارك فيك. اثنين، انا بحب اقول للبلد بهالمناسبه انه احنا فتحنا ان شاء الله الفرع الثاني لنا في كنيون الهرم، بعد طبعا النجاح اللي حققناه بالفرع الاول اللي هو منطقه علم غاره. احنا محلنا ومشتل اللي موجود فيه طبعا ازهار واشتال وورود بجميع اشكالها. بلشنا مشوارنا لما فتحنا مصنع للفخار والكواوير باشكال اللي هي كثير مميزه، واشكال اللي هي حسب ذوق الزبون. يعني الاشي الحلو عنا انه الزبون شو بده، شو بخطر على باله، شو بحب يحط في بيته، شو بحب يشوف في بيته، احنا بنقدر نحقق له هذا الاشي. مش المفروض انه هو يجي يتفرج وياخذ بس اللي موجود عنا. طبعا وبعد الاقبال يعني اللي شفناه في الفرع الاول، واللي هو سببه اول اشي جودة الكوير اللي احنا بنعملها، وثانيا الاسعار اللي فيش الها مثيل، وبتحدى اياتها واحد يلقى اسعار زي اسعارنا. طبعا لانه احنا بنعطي ايد اولى، احنا اللي مش ماخذين من حدا، احنا المصنع، احنا المصدر. مشان هيك احنا حابين يعني نعطي قديش ارخص اسعار لاهل البلد. وفتحنا الفرع الثاني طبعا في كنيون الهرم اللي هو يعد تقريبا الناحيه الثانيه للبلد، مشان نقدر نتيح الفرصه لاكثر عدد من اهل البلد ومن الزباين ومن الناس انهم يتفرجوا على المتسار تبعنا، يتفرجوا على الشيء اللي احنا بنسويه، يستفيدوا من اسعارنا، من الاشتال الازهار اللي هي احنا بنجيبها من موزعين ومن منتجين ومن مقدلين اللي هم كثير يعني مقدلين الورد وهي بجوده عاليه جدا. وهذا